ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي. قاعده نحطها في دماغنا: الشخصيه مش ماده خام، الشخصيه منتج. يعني ايه منتج؟ يعني تصنع. يعني انا بستلم ماده خام من ربنا سبحانه وتعالى وبتعدي بمراحل تصنيع. ازاي بقى؟ لما بنتولد باستعداد موروث للشخصيه، بيسموه بالانجليزي temperament. اوكي، طيب هذا الاستعداد ده، اسال تيتا كده واسال جدتك، قول لها لما شفتيني وانا بيبي لسه عندي يوم، قالت لك كنت قلت عليك شقي، قلت عليك خلبوس، قلت عليك ذكي، قلت عليك هتجنن ماما، وهكذا. لما التربية بتحصل اللي هي ماما وبابا بيبدأوا يتعاملوا مع البذرة اللي ربنا سبحانه وتعالى جايبها لهم دي، بيبدأوا يشوفوا حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. المفروض يعملوا ايه؟ مفروض الحاجات الكويسة يقويها ونحط تحتها 1000 خط، والحاجات اللي مش كويسة نبدأ نقومها. كده احنا بنحول الاستعداد الموروثي اللي اسمه temperament لتريتس. فالتريتس او السمات دي هتبقى عبارة عن تقويم واعادة صياغة لهذه الاستعداد او هذا الاستعداد. حلو جدا، ده وظيفة ماما وبابا يتحاسبوا عليها. هنيجي بقى على بعد كده، انا بعد البلوغ حصل ايه؟ استلمت شخصيتي، بقيت كائن عاقل مكلف. انا مفروض استلمت السمات دي عشان اسيبها، عشان افضل طول الوقت بقول ما ربنا خلقني كده، ما ماما ربتني على كده. انت تلاقي واحده عندها 35 سنه متجوزه وبتعامل جوزها بطريقه معينه، او جوزها بيعاملها بطريقه معينه، وتقول لك ما تربينا على كده يا دكتور. هو احنا مش كده؟ هو مش الدنيا بتقول كده؟ كأننا خلاص شخصيتنا وقفت عند البلوغ، شخصيتنا وقفت عند البيت اللي احنا كنا عايشين فيه وتربينا فيه، عند المخ اللي تدخل بشكل ما، مخ ماما وبابا، وصاغ البذرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم. طبعا ده مش ممكن. انا هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بالشخصيه دي يا جماعه؟ كلنا قرينا القرآن وعارفين انه في شخصيات هتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بالتبرير وبالكذب وبالبجاحة وبالخجل وبالمقارنة وبصفات كتير قوي قوي في الشخصية. احنا مش هنيجي لما نيجي هنبعث بشخصية حلوة كده ونحطها في الخلاط وتطلع مناسبة. لا لا لا، حضرتك هتبعث على الشخصية اللي انت مت عليها. فإذا الشغل على الشخصية ده لمصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. طيب انا خدت هذا، احنا قلنا انا خدت دلوقتي اول حاجه البذره اللي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم مرحله التصنيع اللي حصلت في التربيه اللي حولت هذا الاستعداد الموروث لسمه. طيب انا بقى كده بعد البلوغ اعمل ايه؟ همسك السمات دي اللي استلمتها وابدا اشتغل عليها عشان اطلع صفات بيسموها الكاركتر. تسمع الممثل يقول لك انا لعبت الكاركتر الفلاني، انا لبست الشخصيه الفلانيه، فانا عايزه كاركتر معين انا ابقى بيمثلني، يبقى هو انا وانا هو. طيب انا اعرفه منين؟ اسال نفسك سؤال: ايه الصفات اللي عايزه الناس تقولها من ورايا؟ ايه الصفات اللي عايزه اقف بيها قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه الصفات اللي عايزه الحبيب يقولها عليا والعدو يقولها عليا؟ لستة الصفات دي هي لستة الشخصية اللي أنا مفروض أوصل لها أو أعيش بيها أو أبدأ أجاهد نفسي عشان أوصل لها. طيب حتى يقول لي وإيه الشغل ده؟ إيه يعني؟ مين قال الكلام ده؟ ليه أنا أعمل كل ده إذا أنا استلمت شخصية معينة فيها عيوب معينة أو فيها مشاكل معينة؟ هقول لك شوف سنة الكون، شوف المنطق بيقول إيه. جيب لي مادة خام ربنا سبحانه وتعالى خلقها وخلاها قابلة للاستعمال. يعني خلق الذهب ازاي، خلق الحديد ازاي، خلق النحاس ازاي، خلق الزيبة ازاي، خلق كل حاجة ازاي. احنا بنعمل فيها ايه؟ بناخدها عشان نستخدمها كبني ادمين، لازم نبدأ نعيد صياغتها عشان يطلع منها منتج نقدر نلبسه او نستخدمه او ناكل فيه او نشرب منه. نفس الكلام بالنسبة للبذرة اللي حضرتك جت لها. بذرة في الشخصية جات لي، أنا هستخدمها كمنتج، المنتج ده يطلع يبقى عبارة عن تمثيل ليا قدام الناس وقدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب حد هيقول لي طب
يعني ايه الكاركتر ده بيتكون من ايه؟ هقول لك بقى الكاركتر ده بيتكون من ايه. انا دلوقتي هجيب مكونات النفس. نفسك نفسها بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 حاجات اساسيه. بتتكون من تفكيرك، من مزاجك، من سلوكك. طيب ال3 حاجات الاساسيه دول اضربهم في الخلاط في موقف ما يطلع شخصيتك في الموقف ده. اذا انا عندي اكتر من شخصيه. الشخصيه دي كدكتوره غير شخصيه في البيت، غير شخصيه مع الاصحاب، غير شخصيه وانا بصلي، غير شخصيه وانا بتخانق. كل شخصيه من دول انا كلهم بيمثلوني. احنا ما بنمثلش كده يا جماعه. ليه؟ لان انا جايباهم من مصدر واحد، جايباهم من تفكيري انا ومن سلوكي انا ومن مزاجي انا، مش جايباهم من شخصيه مكتوبه لي في سيناريو. يبقى انا بجيب موقف معين، بقول الموقف ده لازم اتصرف بيه بالشكل الفلاني وافكر فيه بالشكل الفلاني واشعر بيه بالشكل الفلاني. هي دي شخصيتي في الموضوع ده. موقف عن موقف عن موقف عن موقف بيديني تغذية مرتجعة. بشوف الشخصية اللي فعلا عبرت عني وافادتني وخلتني راضية عن نفسي، ببدأ استخدمها اكتر من مرة وهكذا. طيب انا دايما اقول ايه؟ الشخصية زي الدولاب. انت عندك في الدولاب لبسك. طيب باجي اخرج بلبس طقم، باخد حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا، الطقم ده بيبقى مناسب للموقف ده. يبقى نفس الكلام، انا خدت تفكيري في الموقف الفلاني على مزاجي على سلوكي، طقمت الحدوته، بدات اتصرف بشخصيه معينه. طيب اذا الشخصيه بتتغير. طبعا الشخصيه بتتغير لان المواقف بتتغير، افكاري في المواقف بتتغير، سلوكياتي في المواقف بتتغير، احساسي بالموقف بتتغير، مكونات الخليط اللي هخلطه ده بيتغير، لبسي في الدولاب بيتغير. مش هفضل البس نفس الحاجه من اول ما هموت، من اتولد لغايه ما اموت، اكيد لا. فيبقى هنا الشخصيه الثابته اللي يقول لك انا شخصيتي كده، اتخلقت كده وهموت كده، ومش دي شخصيتي وكأن شخصيتي ثابته. شخصيتي ثابته تبقى كارثه، تبقى اضطراب شخصيه، تبقى مشكله، تبقى حضرتك بتستخدم نفس الشخصيه بنفس طريقه التفكير بنفس طريقه السلوك بنفس طريقه المزاج، بغض النظر عن الموقف، بغض النظر عن المكان والزمان. طب ده ينفع؟ مستحيل ينفع. انت كده كانك لابس طقم واحد بتنام بيه وتشتغل بيه وتخرج بيه وتروح بيه فرح وتعزي بيه وتستحمى بيه. مستحيل. يبقى ده كده معناه ايه؟ نعيد من الاول. ان انا الشخصيه بتاعتي دي مش ماده خام. يعني ايه مش ماده خام؟ يعني مفيش حد يجي يقول لي دي شخصيتي وربنا خلقني كده. حضرتك بتصنع الشخصيه دي، بتصنعها حسب الموقف، بتعمل طقم لكل موقف. طب الطقم ده بيتكون منين؟ من مكونات النفس ال3 الاساسيه: تفكيري، سلوكي، مزاجي. يا رب ان شاء الله نكون استفدنا ويومكم حلو.